لان اي حد معدي انت مش هتاخد في ايده غلوه. تخيل تسجل دخول لحساباتك من غير اي كلمه سر ومن غير كود رسائل اس ام اس، وبصعوبه كبيره جدا ان اي حد يخترق الحساب بتاعك. النهارده انا جاي اشرح لك مفاتيح الدخول او الباس كيز، وليه هي هتكون مستقبل تسجيل الدخول في 2026. وكمان هقول لك شويه نصايح علشان تاخد بالك من مفاتيح الدخول بتاعتك وتحافظ عليها من اي اختراق. اكبر مشكله بتواجه الباسوردات العاديه اللي هي اليوزر نيم مثلا والباسورد، وهي لو انت دخلت على موقع مثلا مش معتمد او مش اصلي وكتبت اليوزر نيم بتاعك والباسورد، هيتم سرقه البيانات بتاعتك دي بسهوله جدا. الشخص اللي عايز يخترق الحساب بيعمل نسخه بالظبط زي الموقع الاصلي، نفس اللوجو، نفس الالوانات، نفس كل حاجه، بحيث انت لما تخش على موقع المزيف ده اللي هو بعته لك لينك عن طريق الايميل او الواتساب مثلا او الماسنجر، وتخش عليه تلاقي قصادك موقع امازون، موقع فيسبوك، موقع مثلا يوتيوب، ويقول لك اكتب الحساب بتاعك واكتب الباسورد، وهي الفيشنج او التصيد. علشان تاخد بالك وما تقعش في حته الموقع المزيف دي، هتبص فوق خالص على اللينك، مش هتلاقي اللي هي www. مثلا facebook.youtube مثلا، مش هتلاقيها دي، هتلاقي ايه، كلام مختلف او كلام غريب. تعرف ان الموقع ده مش اصلي ومزيف وتقفله فورا. احنا هنتكلم على الفيشنج او التصيد دون في ان شاء الله في فيديو مفصل، عشان برضه نعرف خطورته وازاي نتجنبه وازاي اصلا بيعملوه. طب ايه هي اصلا الباس كيز او مفاتيح الدخول؟ بكل بساطه دي طريقه دخول للحساب بتاعك مبنيه على البصمه بتاعتك او الفيس اي دي او البين بتاع الموبايل بتاعك، وده بيكون بديل من كتابه الايميل وكلمه السر. الفكره باختصار ان هو بيتعمل مفتاحين، واحد عام وواحد خاص. العام ده بيكون جوه المنصه او الموقع، الخاص ده بيكون جوه التليفون او الموبايل بتاعك. الخاص ده بقى ما بيطلعش بره الجهاز الا في حالات معينه، والموقع بيعرف ان انت صاحب الحساب عن طريق المفتاح الخاص اللي موجود على التليفون بتاعك لما بيكونكت مع المفتاح العام اللي موجود في الويب سايت اصلا. طيب ليه مفاتيح الدخول هي اقوى من الباسورد؟ طبعا اهم ميزه وهي مقاومه للتصيد او الفيشنج اللي قلنا عليها. يعني حتى لو فتحت موقع مزيف غير الموقع الاصلي وحاولت ان انت تخش عليه بالباس كيز، مش هتلقط معاه، لان الموقع المزيف دون اكيد مش هيبقى معاه المفتاح العام اللي متصل بالمفتاح الخاص اللي موجود على التليفون بتاعك. عاملين زي المغناطيس كده، يعني سالب وموجب، فهو اوريدي مش موجود، فالتليفون مش هيتعرف على الموقع دون ومش هيدخلك عليه اصلا. والميزه الثانيه انه حتى لو في منصه اتسربت منها بيانات او تم اختراقها، الباسورد بتاعك اصلا مش هيبقى موجود، لان هو ده يعتبر مفتاح عام ملوش لازمه لوحده. فاللي اخترق المنصه دي او خد بياناتها لا هيعرف يستخدم الباسورد بتاعك ولا اصلا هيعرف يستفاد من المفتاح العام اللي موجود فيه. الميزه الثالثه وهي سهوله الاستخدام. يعني انت كده فكر معايا، كم مره انت وانت بتكتب الايميل بتاعك بتفكر في الباسورد وانا كنت عامله ايه، هو كان في حرف كابيتال ولا حرف سمول، وفي مننا اللي بيكتبوا في ورقه والورقه تضيع. فالباس كيز ده بكل بساطه انت هتدخل بن معينه او بصمه ايدك او بصمه الوش على حسب الموبايل اللي معاك، وهيدخلك على الحساب او الحسابات بتاعتك اللي مرتبطه بيه. طبعا الباس كيز بتبقى قويه وكل حاجه، بس بعض الخدمات زي مثلا حسابات البنوك وكده بتطلب اضافه تاكيد تاني مصداقيه علشان يتاكدوا ان الحساب فعلا ده بتاعك، الموبايل مثلا ما وقعش منك، الموبايل مثلا ما حدش غيرك بيستخدمه. بتطلب مع الباس كيز اللي هي مفاتيح الدخول، بتطلب معاها حاجه اسمها المصادقه الثنائيه، وهي التو فاكتور اثوريتيز، واكيد حضراتكم شفتوها قبل كده. طيب ازاي بقى انا استخدم الباس كيز دي، او ازاي انا افعلها عندي على الحساب بتاعي؟ اول حاجه تعالى عند اي حساب عندك فيه يوزر نيم وباسورد او ايميل وباسورد، خش عليه اول مره عادي بالباسورد بتاعك، وبعد كده من الاعدادات اللي موجوده في الحساب نفسه هتخش على السكيورتي او اعدادات الامان، ومن عندها هتدور على كلمه الباس كيز او مفاتيح الدخول او لوج ان ويزاوت باسورد، هتلاقيها شرحه نفسها، هتدوس عليها. في الحاله دي لو موبايلك مدعم البصمه فهيطلب منك البصمه، لو مدعم الفيس اي دي هيطلب منك الفيس اي دي تعمله، لو مش مدعمهم هيطلب منك البن زي الموبايلات بتاعت الاندرويد وتعمله، ويبقى ده الباس كيز بتاعك بتاع الحساب ده، وساعتها تقدر تخش على الحساب بتاعك من غير لا كلمه سر ولا ايميل. الباس كيز او مفاتيح الدخول عاده بتتسجل جوه الموبايل بتاعك سواء ايفون او اندرويد، او عندك على الكمبيوتر سواء ويندوز او ماك. وفي برامج طبعا بتجمع لك الباس كيز دي، مفاتيح الدخول دي، في برنامج واحد، واشهرهم هو وان باسورد. ولكن ده برنامج طبعا انت بتدفع له اشتراك. في مؤخرا على الايفونات نزل برنامج اسمه باسورد اب، ده مجاني طبعا وهو مدعم الباس كيز، بيجمعها لك كلها في مكان واحد، وبرنامج فري يعني تقدر تستخدمه.
على الاندرويد تقدر تستخدم جوجل باسورد، وهي عامله زي باسورد اب كده زي الايفون، برضو مجانيه، تقدر تجمع فيها كل مفاتيح الدخول بتاعتك. واخيرا شويه نصايح وشويه حاجات لازم تاخد بالك منها، وهي انك انت ما تعتمدش على الاس ام اس او الرسائل القصيره اللي بتجيلك علشان تستعيد الاكونت بتاعك لو نسيت مثلا كلمه السر او نسيت الايميل. فاعتمادك على الاس ام اس بس ده فيه خطوره. ليه؟ لان ببساطه ان هي سهله تتسرق او انها تتحول من موبايلك لحد تاني. فخليك دايما عامل استرجاع للبيانات او استرجاع للايميل بتاعك او الباسورد على بدايل اقوى. ولو اصلا مش عامل بدايل استرجاع للاكونت او الحسابات بتاعتك لازم تعمله حالا وفورا. لان لو انت كل شيء عندك على التليفون بتاعك ولو لا قدر الله التليفون ضاع كده كل شيء راح. اعمل بدايل اقوى. زي ايه يا ابو حميد؟ لازم يكون عندك ايميل تاني غير ايميلك الاساسي، ده لاسترجاع اي بيانات او الباسورد بتاعك يبقى معمول احتياطي. كمان لو ينفع تقدر تعمل رقم تليفون تاني غير الرقم الاساسي بتاعك. بعد كده هي حفظ الباس كيز او مفاتيح الدخول على جهاز شغل مش بتاعك الشخصي، لان انت بحفظك لباس كيز او مفاتيح الدخول دي على جهاز مش بتاعك ده بيبقى فيه خطورة ان حد ممكن يستخدم المفاتيح دي لفتح حساباتك الخاصة، الا طبعا لو انت متاكد ان محدش هيخش على الجهاز دون غيرك. والاخيره وهي الاهمال في قفل شاشه الموبايل بتاعك او الكمبيوتر. الباس كيز او مفاتيح الدخول دي قويه جدا، ولكن انت من غير باسورد على الموبايل بتاعك او على الكمبيوتر مثلا بتاعك، فمفاتيح الدخول دي ما بقاش ليها لازمه، لان اي حد معدي انت مش هتاخد في ايده غلوه. والخلاصه ان في السنه الجديده 2026 مفاتيح الدخول او الباس كيز دي هي خطوة مهمة لأمان أعلى وسهولة أكتر، وهيكون الاعتماد عليها كبير جدا في الفترة الجاية. هتلاقي في الوصف تحت الفيديو سايب لك بعض المصادر للي منكم عايز يطلع عليها. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساش اللايك والسبسكرايب لو أنت لسه بتتفرج لغاية دلوقتي. شكرا ليك جدا، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم.